عندك كلاينت وسيرفر أو مجموعة سيرفيسز في distributed system ولازم يتواصلوا مع بعض. هنا يجي دور ال API Application Programming Interface. API هي مجموعة من القواعد والبروتوكولات التي تسمح لتطبيقات سوفت وير مختلفة بالتواصل وتبادل الداتا فيما بينها. في هذا الفيديو راح نهضروا بشكل سطحي على 3 طرق تقدر تستخدمهم في API Design. أولا REST API. في أغلب الحالات راح تلقى روحك تستخدم REST هي مجموعة من المبادئ المعمارية. ال API اللي يلتزم بها يتسمى RESTful API. في REST ننظم الموارد باستخدام URIs فريدة. نستخدم أسماء للموارد وليس أفعال، وغالبا تكون جمع. نتفاعل مع الموارد باستخدام HTTP methods. post للإنشاء، get للقراءة، put أو patch للتحديث، delete للحذف. كنجاوب على أي request لازم نرجعوا HTTP status codes مناسبة. الأكثر استعمالا فئة 200 SAS، 400 client errors، 500 server errors. REST API لازم يكون stateless، يعني كل request مستقل بذاته والسيرفر ما يحتفظش بأي state بين الطلبات. لكن عندنا مشكلتين مع REST APIs، over و under fetching. وهنا يجي دور GraphQL يخلي الكلاينت يطلب غير الداتا اللي يحتاجها فقط، لا أكثر ولا أقل. بعد ما هدرنا على REST و GraphQL نمروا gRPC. gRPC هي RPC framework تسمح للسيرفيسز بالتواصل مع بعضهم بكفاءة وسرعة عالية. تعتمد على بروتوكول بافرز، تخلي سيرفيس تنادي ميثود في سيرفيس آخر كما لو كانت local function. قولوا لي في التعليقات إذا حابين نتعمق أكثر.